في هذا الباب إنه لا يقع من الأنبياء عليهم السلام ذنب بترك واجب مفترض، ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو بوقوعهم فيه. خد بالك بقى، وإن جاز منهم ترك نقل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد، ومتى وقع منهم عجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب وقت. هذا بقول من؟ الشيخ المفيد. طب إذا كان العصمة مطلقة، لماذا وضعتم الشرط في جواز وقوع المعصية منهم؟ لماذا وضعتم الشرط في انهم قد يقع منهم المعصية اذا كانوا اصلا معصومون عصمة مطلقة؟ يقول لهم ايه؟ وان جاز منهم. وهذا قولون ان الانبياء عندما يقع منهم الخطأ يعجلون سريعا بالتنبيه عليه، ولا يقرهم الله سبحانه وتعالى على تلك المعاصي او تلك او ذلك السهو او ذلك النسيان، بل يعجل بالتنبيه سريعا. لماذا؟ لان هذا الوقوع في الخطأ لا يخرج احدا من حق الى باطل. أستاذ الربيعي، سؤالي مرة أخرى، الدليل من القرآن على العصمة المطلقة. أنا أجبتك من أين اعتمدت على العصمة في التبليغ؟ قلت لك من نفس المصدر الذي قال لي إنهم معصومون في غير التبليغ. فأين الدليل بقى الذي أتيت به للعصمة المطلقة؟ خلي بالك، من خطأ أو سهو أو نسيان، سواء قبل نبوة أو بعد نبوة. ويا ريت تذكر لي مصدر ابن باز تاني، رقم الصفحة رجاء عشان أراجعه وارد عليك ان شاء الله في المناظرة القادمة بإذن الله تعالى. اتفضل، معاك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلت بأن الدليل على عصمة الأنبياء في التبليغ هو القرآن، أي أن الدليل على عصمة محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن. أخي هذا غريب، كيف هو الكلام أصلا؟ احنا في أصل التبليغ هو القرآن تبليغ، يعني القرآن نفسه تبليغ. هو مشكوك الآن، أنا مثلا شخص غير مسلم وغير معتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، فيأتي ويقول بأني صادق لأن القرآن هو قال بأني صادق، وأنا الآن أنا لم أسلم بصدور القرآن. هذا غريب، هذا غريب حقيقة. فنقول لو كان القرآن هو نفس التبليغ يثبت ويثبت عصمة النبي في التبليغ، يلزم الدور، لأننا نريد أن نثبت للكافر أن النبي، فأقول له القرآن يقول، عجيب والله، بأنه معصوم، زين، فالتفت. فلا يعني الكافر من حقه أن يحتج عليه بأن يشك أصلا في عصمته في تبليغ القرآن، فالقرآن عندي أصلا مشكوك الصدور، فكيف تستدل عليه به يا أخي؟ هذا نقطة. الإشكال الآخر، ما هو الدليل على عصمة باقي الأنبياء؟ الآن سلمنا بأن القرآن دليل على عصمة محمد صلى الله عليه وآله، ما هو الدليل على عصمة باقي الأنبياء؟ تقول هو القرآن. أسألك وأرجع عليك السؤال، بأن لدينا أنبياء لم يذكروا في القرآن كحزقيل ودانيال وجرجيس وغيرهم، ما هو الدليل على عصمتهم؟ إذا كان الدليل على عصمة الأنبياء هو القرآن، ما يوجد 124 ألف نبي ولم يذكر في القرآن إلا عدد محدود من الأنبياء، فما هو الدليل على عصمة الآخرين؟ هذا مبطل لدليلك أخي. بل أني أقول بأن الدليل على عصمة الأنبياء هو العقل أولا. هذه نقطة. النقطة اللي تفضلت بها بما يخص كلام الشيخ المفيد سوف أجيب على نحو السرعة وإجمالا. المعصية أخي في حق الأنبياء، أنت قلت بأن الشيخ المفيد يقول بأنهم معصومون عن السهو وعن الخطأ وعن المعاصي جميعا إلا في ترك الأولى، وهذا متفق عليه الشيعة، يجوز عليهم ترك الأولى يا أخي، بمعنى أنه قد يترك مستحب وقد يترك وقد يفعل غير الواجب من المباحات. لكن هنا نقول كما قيل واشتهر بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فإن المستحب
وإن لم يكن قبيحا إذا لم أفعله أنا ليس بقبيح، لكن إذا تركه النبي فهو قبيح، وهذا ليس ذنبا لأنه ترك مستحب. وأنت لعله عندك اشتباه في معنى الخطأ الذي تقصده الشيعة. أخي، المقصود من أن النبي معصوم عن الخطأ، أي بأنه لا يشتبه في تحديد المصالح والمفاسد، لا أنه لا يجوز أن يترك الأولى. وهذه نقطة يجب عليك أن تلتفت لها أخي سفير. فأنت تعتقد وتتصور بأننا عندما نقول بأن الأنبياء معصومون عن الخطأ تتصور بأنه أن ترك الأولى خطأ. أخي، لا، المراد من العصمة عن الخطأ أي في تشخيص المواضيع الخارجية، وهذا لا ينافي ترك الأولى إن شاء الله. فأرجو منك أولا أن تجيبني عن إشكالي، وما هو الدليل على عصمة الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن، وثانيا بلي بأنه ما هو الدليل على عصمة باقي الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن الدليل وهو ما قاله علماءكم أخي، لا القرآن، لعله أنت لم تطلع على أقوال علمائكم، بأن الدليل على عصمة الأنبياء هو العاقل وليس القرآن، وإلا لزم الدور. أنا أقول بأن القرآن هو التبليغ، فتقول الدليل على عصمة النبي في التبليغ هو التبليغ، هذا يلزم توقف الشيء على نفسه، وهو دور صريح لا يقبله عاقل. أخي سفير، أترك 30 ثانية المتبقية لك لتجيبني عن هذا السؤال، وهو ما هو دليلك على عصمة الأنبياء في التبليغ، وما هو الدليل على عصمة الذين لم يذكروا في القرآن؟ لكم. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الكرام في غرفة عمر وغرفة نور العترة، بالله عليكم، احنا مسلمين ام نصارى ام يهود؟ احنا بنتكلم في عقيدتنا الان دلوقتي. ثم يقول لي عندما تحاول ان تثبت دليل العصمة لكافر او مرتد او كذا او كذا، انا مش مرتد او نصراني، كيف اصلا تقول له ان القرآن معصوم قبل ان تقول له ان النبي معصوم؟ اذا كان هو اصلا لا يعتقد انه نبي، لو اعتقد انه نبي لاعتقد ان القرآن كلام الله. لو اعتقد اصلا من الاساس انه نبي لاعتقد ان القرآن كتاب الله. امنت بالانبياء لانهم وجدوا المعجزات من الانبياء، وعلموا ان هذه الانبياء اتت بامور خارقة عن العادة، لذلك امنوا انهم انبياء. تمام. ومن ضروريات الاعتقاد بالنبي الاعتقاد بكتابه وبما ينزل من تشريعات. ولكن أنت تقول لي أنك لم تأتي بدليل. طب سؤالي يطرح إليك، هناك آلاف وملايين الأنبياء، ممكن تقول لي أسمائهم الذين لم يذكروا في القرآن؟ إذا كنت عايز الدليل على عصمتهم، إذا كنت أصلا لا تملك أسماء هؤلاء الأنبياء، أنت من الأساس لا تملك أسماء، ممكن تنك يعني عرفني أسماء هذه الأنبياء عشان نعرف هم معصومين ولا غير معصومين. وتقول لي إن دليلك أصلا في الاستشهاد ضعيف، إنهم معصومون في التبليغ. أنا أؤمن قبل كتاب الله، أؤمن بالنبي محمد وكلامه وسنته والقرآن الذي أتى من عند الله. إذا كنت أنت تقول إذا كان هناك كافر كيف تستدل عليه بالتبليغ، أمال أستدل عليه بإيه يا أستاذ الفاضل؟ إذا كان الكافر جاي لي دلوقتي، النبي توفاه الله وبقي الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع بآلة زمن لعصر النبي عشان أوري له معجزاته الأول حتى يؤمن به، ولا أستدل بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام القرآن الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأبين له الدين الحق؟ فإذا القرآن هذا المعصوم من عند الله سبحانه وتعالى والذي عصمه الله سبحانه وتعالى دليل عندي الذي تحدث وقال لنا عن الأنبياء وحكى لنا قصص الأنبياء
ورسالات الأنبياء، هو نفسه من قال لنا إن عصى آدم ولم يخطئ أحد من الأنبياء في التبليغ، فتقول لي إنك لا تملك دليل. أنا أعلم إنك هتقول كده، عارف ليه؟ أنا عارف إن السؤال صعب عليك. من أين الدليل؟ في هذا الباب إنه لا يقع من الأنبياء عليهم السلام ذنب بترك واجب مفترض، ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو بوقوعهم فيه. خد بالك بقى، وإن جاز منهم ترك نقل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد، ومتى وقع منهم عجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب وقت. هذا بقول من؟ الشيخ المفيد. طب إذا كان العصمة مطلقة، لماذا وضعتم الشرط في جواز وقوع المعصية منهم؟ ها؟